عرفنا في فيديو فصول السنة إن المصري القديم كان مقسم السنة بتاعته ل3 فصول مش 4 زينا دلوقتي، فصل أخت وبرت وشمو، وكل فصل مكون من 4 شهور، يعني السنة كلها 12 شهر. الشهر بقى كان نظامه ايه عند المصري القديم؟ الشهر كان 30 يوم بس عند المصري القديم، 30 يوم بس، يعني مش هنلاقي اي شهر مقسمه ل31 يوم زي دلوقتي. الشهر عنده 30 يوم متقسم على 3 أسابيع بس، والأسبوع 10 أيام عند المصري القديم، مش 7 زينا دلوقتي. الأسبوع 10 أيام، يبقى الشهر الواحد فيه 3 أسابيع، والشهر 30 يوم، والأسبوع 10 أيام. والشهر باللغة المصرية القديمة كان اسمه آبد، وبيظهر في النصوص بالأشكال اللي قدامنا على الشاشة. هنقرأ أول كلمة من الشمال لليمين. أول علامة بتمثل في الطبيعة هلال القمر، وهي علامة صوتية ثلاثية بتنطق آبد. العلامة اللي تحتها بتمثل في الطبيعة نجمة، وهي جاية هنا كمخصص بتوضح المعنى ولا تنطق. والعلامة دي بتمثل في الطبيعة يد إنسان بتمثل حرف الدال. والعلامة اللي تحتها بتمثل في الطبيعة شمس، وجاية هنا كمخصص. والشهور كان ليها أسماء أطلق عليها المصري القديم، لكن في أغلب النصوص خاصة نصوص التاريخ الشهر ما كانش بيبقى ليه أي اسم، وكان بيعبر عنه بالأرقام من 1 ل4. إزاي؟ زي ما قلنا إن السنة مكونة من 3 فصول، وكل فصل 4 شهور بس. ال3 فصول اللي هم أخت وبرت وشمو، كل فصل منهم فيه 4 شهور بس. في النصوص بقى كان بيقول كده، بيقول مثلا الشهر الأول من فصل أخت، الشهر الثاني من فصل أخت، الشهر الثالث من فصل أخت، الشهر الرابع من فصل أخت، وهكذا. لأن كل فصل كان مكون زي ما قلنا من 4 شهور بس، فكان بيقول الشهر بالأرقام، مش مدي لهم أي اسم في أغلب النصوص، خاصة نصوص التاريخ. ونفس الحال بقى على باقي الفصول، وهيقول برضو الشهر الأول من فصل برت، الشهر الرابع من فصل شمو، وهكذا. وهنشوف ده في الأمثلة بعد شوية. يبقى ما بيذكرش اسم للشهر وبيكتبه بالأرقام، ما عدا كلمة الشهر الأول. الشهر الأول ما كانش بيكتبها بالرقم 1 اللي هو عند المصري القديم في اللغة المصرية القديمة بيعبر عنه بشرطة رئيسية واحدة اللي هي بتدل على الرقم 1. لا، ما كانش بيكتبها بالطريقة دي، كان بيكتب الشهر الأول بكلمة تبي بمعنى الأول. والكلمة دي أخدناها سوا في فيديو الأرقام الترتيبية. الكلمة هنا بتيجي بالطريقة دي، بتتكتب بالطريقة دي في نصوص التاريخ، وهي مكونة من علامة واحدة بتمثل في الطبيعة خنجر، وهي علامة صوتية ثلاثية بتنطق تبي بمعنى الأول. وهناخد أمثلة دلوقتي توضح لنا الدنيا سوا. أول مثال قدامنا هنقرأ سوا برضو من الشمال لليمين. أول كلمة من علامة واحدة، وهي كلمة الشهر آبد، مكتوبة بعلامة واحدة اللي هي علامة هلال القمر، وبتنطق آبد بمعنى شهر. تحتها 3 شروط رئيسية بيعبروا هنا عن رقم 3، إذا بيقول لي آبد 3 بمعنى شهر 3. وبعدين جايب وراها الفصل اللي الشهر ده فيه، وهو هنا فصل آخت، فصل الفيضان. أول علامة خالص بتمثل في الطبيعة حوت بظهور اللوتس، وهي هنا مع فصل الفيضان آخت بتبقى علامة صوتية بتنطق آخت. والعلامة اللي تحتها بتمثل في الطبيعة مشيمة الطفل حرف الخاء. وبعدين العلامة اللي جنبها بتمثل في الطبيعة رغيف الخبز، وبتعبر عن حرف التاء عند المصري القديم. إذا بيقول لي آبد 3 أخت، شهر 3 أخت، أي الشهر الثالث من فصل أخت اللي هو فصل الفيضان. هناخد مثال تاني، هنقرأ برضو من الشمال لليمين. أول علامة خالص اللي هي علامة الخنجر، اللي هي علامة صوتية ثلاثية بتنطق تبي، وبتعبر عن كلمة تبي بمعنى الأول. الكلمة اللي وراها شفناها في فيديو فصول السنة، وهو فصل شمو، فصل الصيف. العلامة الأولى بتمثل في الطبيعة حوض أو بركة ماء، بتعبر عن حرف الشين. وبعدين تحتها 3 علامات لأمواج المياه نطقهم مو. إذا الكلمة هي شمو، أي فصل الشمو اللي هو فصل الصيف. يبقى الجملة تبي شمو، الأول من الشمو، أي الشهر الأول من فصل الشمو. وزي ما شفنا لما حب يعبر عن الشهر الأول ما كتبوش بالأرقام وقال آبد 1 بمعنى شهر 1، لا، جاب كلمة تبي بمعنى الأول ووراه الفصل على طول، الأول من فصل شمو بمعنى الشهر الأول من فصل شمو. ودي كانت طريقة المصري القديم، واللي هنلاقيها وقت كتابته للتاريخ في نصوصه. لو في أي معلومة مش واضحة عيد الفيديو مرة تانية، وإن شاء الله هتوصل المعلومة. كانت معكم سالي أحمد، حافظوا على أثاركم، تحموا تاريخكم، بتمنى لكم هيرو نفر.